مساكم الله بالخير. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم. كأنك تراه محمد عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه وسلموا تسليما. احنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن ميلاده وعن النور الذي بزغ في الدنيا. أنا معليش أعيد كل لقاء وكل حلقة وأنا أقول لما أنظر للكعبة وأنظر لهذه الأنوار، ليست أنوار الإضاءات، أنوار العبادة، أنوار التوحيد، أنوار الرسالة، أنوار السنة، أنوار الأخوة الإسلامية، أنوار هذه الجنسيات التي جاءت من كل فج عميق، العرب والعجم وغير ذلك، يجمعهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تشعر بأنه كان فعلا نور للأرض. الأرض كانت بحاجته، الأرض كانت بحاجة أن ينقذها. ولذلك لما زفوه إلى عبد المطلب، يا عبد المطلب رزقت بمولود لأنه ولد عبد الله، فأخذه وضمه وشمه ولمه. عبد المطلب مبسوط لأنه يذكره بمن؟ هذا حفيد الغالي، هذا ابن الغالي. ابن من؟ ابن عبد الله الغالي عندي. فلما ضمه قال سميته محمدا. يوم سماه محمد قالوا ليش سميته محمد؟ الاسم هذا غير معروف عندنا، قريش ما تسمي محمد، العرب ما كانت تسمي محمد. يقولون ما عرف اسم محمد إلا ثلاثة، وكانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بفترة بسيطة، والسبب أنهم سرقوا هذا الاسم. لما سافر عبد المطلب في تجارة كان معه 3 رجال من كبار قريش، فالتقى بهم أحد الرهبان، قال من أين أنتم؟ قالوا من العرب من مكة. قال إنكم سيخرج فيكم نبي آخر الزمان اسمه محمدا. اللي رجعوا ذولي كانوا حريمهم حمل، فكل واحدة ولدت جابت ولد سماه محمد. هؤلاء هم ال3 فقط اللي سموا محمدا. فقال عبد المطلب لماذا سميته محمد؟ يعني مو بمعروف الاسم عندنا، اسم غريب. قال سميته محمدا ليحمده أهل الأرض فيصبح محمودا فيها، ويحمده أهل السماء فيصبح محمودا فيها. كأن الله أنطقه. يا جماعة ترتيب رباني، إعداد إلهي لهذا النبي في اختيار البيئة واختيار الآب واختيار الجد واختيار الاسم واختيار المكان واختيار حتى البقعة. هذه ترتيب عظيم حتى يخرج هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسمى محمدا، يحمد في الأرض ويحمد في السماء. طبعا ختنه جده في اليوم السابع وذبح له عقيقة ودعا الناس إليها ودعا له، جلس يطوف بالبيت وهو يدعو له من حبه له وفرحه به. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام محمد، اسم محمد ليش سمي محمدا؟ أفعاله محمودة، أقواله محمودة، ولا زال يحمد 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 حتى صار محمدا. هو طبعا في التوراة والإنجيل اسمه ايش؟ أحمد، مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فما زال أحمد أحمد أحمد، يعني يحمد 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 حتى صار محمدا. لما تقول جاء أحمد أفضل العالمين أو أفضل العلماء، أكبر العلماء، كأنك تقول محمد أفضل الحامدين، أعلى الحامدين. ولذلك محمد يحمد 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 حتى صار محمدا. ثم له ارتباط من اسمه عليه الصلاة والسلام. المحمود دائما شاكر، نفسيته متفائلة، أنا حامد لله. والنفسية المتفائلة هي الناجحة. ولذلك نجح في كل خططه. في مكة نجح، في المدينة نجح، أسس دولة ونجح إلى اليوم، واسم محمد يتردد في كل مكان. النفسية المتفائلة يا جماعة ناجحة. خل نفسيتك متفائلة، خلك دائما حامدا شاكرا، احمد الله على كل حالك، كل أحوالك احمد الله. هذه صيغة تفضيل. محمد اسمه أحمد صيغة تفضيل، أحمد الحامدون. محمد لم يسمى قبله أحد ولم يسمى إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الله في الإنجيل أحمد، وله اسم الحاشر والماحي والعاقب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب، يقول عليه الصلاة والسلام. الحاشر الذي يحشر الناس خلفه، والماحي الذي يمحو الله به الكفر والشرك، والعاقب الذي لا يعقبه نبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا محمد وأنا أحمد كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام. ومرتبطة بأقواله وأفعاله. يوم القيامة يحمل لواء ايش؟ يحمل لواء الحمد. أنت شو تصير؟ ترى بعض الناس، اسمحوا لي أنا بتكلم معكم بجرأة، بعض الناس في سيارته وش يشغل الموسيقى والأغاني والطرب، وفي بيته ماذا على ماذا يتفرج؟
بمعنى أنا قصدي أن ترتبط بإيش؟ الشيء اللي ترتبط به تتعلق به ويراك الناس به وتصبح علامتك. النبي لأنه حامد حامد حامد، محمد محمد محمد، يوم القيامة يحمل إيش؟ يحمل يوم القيامة لواء الحمد. لواء الحمد ما يحمله إلا هو، حتى يحمل لواء الحمد يوم القيامة. أعطاها الله سورة هدية له ولأمته، الحمد لله، تسمى سورة الحمد. السبع المثاني يا جماعة، الحمد لله، هذه هديتنا من ربنا سبحانه وتعالى إلى نبينا ثم إلينا. نقرأها كل يوم في كل صلاة، نكررها 17 مرة في صلواتنا. ليش؟ الحمد لله رب العالمين، لأنها تقول الحمد لله رسالة يا محمد أنك حامدا لله رب العالمين، أنت رسول للعالمين كلهم، الرحمن الرحيم، رسالتك هي الرحمة، رحمة، والله أنها رحمة للعالمين. يهودي، اليهود كم مرة حاولوا يغتالون في المدينة؟ أكثر من كم مرة؟ 3 مرات، بعضهم قالوا 9 مرات اغتيال، يبغون يذبحونه اليهود. ومرت من عنده جنازة، جيد، جنازة مين؟ مسلم؟ لا، يهودي، ويعرف انه يهودي، يعرف انه يهودي. يوم جت الجنازة وقف النبي صلى الله عليه وسلم. ليش تقف يا محمد؟ قال إنها نفس، إنها نفس، هذا احترام، هذه الرحمة المهداة، هو رحمة للعالمين. الحمد لله ايش؟ رب العالمين، الرحمن الرحيم، أنت رحمة، مالك يوم الدين. وش الرسالة هنا؟ مالك يوم الدين، ترى الدنيا ستنتهي وفيه يوم قيامة، فيه سيأتي لنا يوم قيامة، ثم تحت العرش يوم القيامة من يشفع من الأنبياء؟ هذا ارتباطه باسمه محمد. محمد مو فقط في الدنيا، مرتبط يوم القيامة. فيسجد تحت العرش، يقول النبي فأحمد الله بمحامد يفتح علي بها لم أحمده بها من قبل. لأن اسمك محمد، حنا مع الأسف اسمنا محمد وعلي وحسين وأبو بكر وعمر وعثمان وفاطمة وعائشة وخديجة، لكن وين حظ الاسم مننا؟ مصيبة. ترى الاسم له أثر على صاحبه، الاسم له أثر على صاحبه. بدأنا نسمي أسماء اليوم للأسف الشديد، بعضها يمكن حتى غير عربية، وبعضها يمكن معانيها سيئة وسلبية، وبعضها تقليد لكفرة وغرب وشرق وفي كل مكان. عندنا أسماء نفتخر بها، لكن نبغى أسماء ومسمى، نبغى اسم ومسمى، نبغى أثر، نبغى أثر. اسمك محمد، وينك في أنت؟ محمد في مصر، محمد في العراق، في السعودية، في أي مكان. تعال نريدك أن تكون محمودا في السماء ومحمودا في الأرض. محمود في السماء من كثرة ما تذكر ربك أين هو حتى ننقذه، ومحمود في الأرض من أفعالك وسلوكك وسمعتك الطيبة، لأن اسمك محمد، اسمك يحمل هوية الإسلام. وفي معنى مهم جدا جدا جدا، محمد يجمع كل الصفات المحمودة، كل صفة محمودة تلقاها في رسولك صلى الله عليه وسلم، في القول وفي الفعل، في التعامل، في التعاطي مع الناس. الحمد لله. والمعنى الأجمل، الله يختم كل الأعمال بإيش؟ الله أمرنا إذا خلصنا من الطعام وش نقول؟ الحمد لله الذي أطعمنا، وإذا شربنا أطعمنا وسقانا، إذا انتهينا من الخلاء الحمد لله، إذا انتهينا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كأن الله يقول سأختم رسالاتي والنبوات بخاتم الأنبياء أحبهم إلي فاسمه محمدا، فاحمد الله على هذه النعمة. احمد ربك يا رجل، يا امرأة، يا مسلم، احمدوا الله أن رسولكم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. الله جل وعلا سماه محمدا حتى تحمد الله على أنه ختمت به الرسالات صلى الله عليه وسلم. حنا نحمد الله على كل شيء، نحمد الله على أن جعله رسولنا، ونحمد الله على أن جعله خاتم الرسل، ونحمد الله أن جعله محمودا في أخلاقه، ونحمد الله أن جعله شفيعنا يوم القيامة، ونحمد الله أن بلغنا أيضا سيرته وسنته، ونحمد الله أن حفظ لنا سيرته وسمعته، ونحمد الله أنه دلنا وهدانا إلى الحق والهدى. نحمد الله على أننا يوم القيامة إن متنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله سنلقاه في جنة عرضها السماوات والأرض. نحمد الله على أننا نسير على طريقته، نحمد الله أن دينه وسط، ونحمد الله أن دينه سهل، ونحمد الله أنه لم يعقد الدنيا، ونحمد الله أنه حببنا في الإنسانية، ونحمد الله أنه حببنا في فعل الخير، ونحمد الله أنه دلنا على ما يرضيك، ونحمد الله أنه عرفنا بك أنت الله الواحد الأحد. نحمد الله لأنه أنقذ الجزيرة والأرض والأمة من أمة قاسية إلى أمة رحيمة، من أمة ظالمة إلى أمة عادلة، من أمة لا تعرف الحق ولا العدل ولا الرحمة ولا الدمعة ولا الاجتماع إلا جاء محمد. فالحمد لله حمدا
يليق بجلاله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. باختصار، تبغى يكون لك نهضة ويكون لك قوة، النفس المتفائلة هي نفس رسولك متفائلة. ماتت أمه وصبر، ومات أبوه وصبر، ومات جده ومحمد حامدا، مات أهله وأزواجه وبناته وأولاده، ومع ذلك صابر، أوذي صابر، طرد صابر، محمد حامدا. ولذلك المؤمن إن أصابته سراء شكر الحمد لله، وإن أصابته ضراء صبر الحمد لله، وذلك كله خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فمحمد كأنك تراه عليه الصلاة والسلام، وكثرة أسمائه تدل على شرف المسمى: الحاشر والماحي وأحمد ومحمد والعاقب الذي لا يعقبه نبي، والحاشر يحشر الناس خلفه. فصلى الله على نبينا محمد. قال بعض أهل العلم أن له 99 اسم ووصف طبعا، وقال بعضهم له 300 اسم ووصف، فوصفه الله بأوصاف كثيرة عليه الصلاة والسلام: السراج المنير، الهادي، المزمل، المدثر، وغيرها من الأوصاف. فإذا كثرت أسماء الإنسان دلت على كثرة أعماله الطيبة وأنه محمودا، وكل أسماءه محمودة صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أسماء أو كانت صفات، فهذا نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. صلوا على المصطفى واذكروه في الليل والنهار صلاة وسلاما. احمد الله أنك جعلك من أمة هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هنيئا لنا بهذه الكعبة، وهنيئا لنا برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على المصطفى عليه الصلاة والسلام. سلام الله عليكم، وألقاكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم.